السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يفوز في آخر الدقايق عن طريق حسين الشحات مع منتخب السويس في كأس مصر دولة 32 في الدقيقة 88، والأهلي يفوز بالعافية حبيبي، بالعافية يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. حسبي الله. اللعيبة اللي بتاخد فلوس حسين الشحات التجديد وحش، حتى اللي جاب الجول وحش، وكهربا ده اللي لابس تيشيرته وحش. كل اللعيبة وعمالين يقولوا ايه، المذيع عمال يقول خالد عبد الفتاح قدم ماتش حلو وهو بيلعب ضد فرقة درجة تانية حبيبي، درجة تانية. والأهلي يتأهل لدور ال16 يواجه ايه داخلية. بعد انا كنت فاكر بعد تضييع ضربة الجزاء بتاع رامي ربيعة الأهلي هيخسر، وعلي معلول غلطات اللي هو ما بدأش ولا كرسي بتاعه والأهلي فاز بكده بالعافية. مبروك للأهلي وخلاص الأهلي. وتحية للناس منتخب السويس، حتى الجون ده عمل ماتش حلو. عنده 38 سنة بس الأهلي مش هيجيبه. بقول اللعيبة بقى اللي عنده دي، في لعيبة ممكن الأهلي يجيبها ويستفاد منها، ويعني لاعبين 3 كده حلوين كويسين. يعني الأهلي لازم يحسن أداؤه في الماتشات الجاية. يعني بيراميدز أضعف من الفرقة اللي بيلعبها الأهلي؟ لا طبعا. الأهلي إيه ماله بعد ما خد دوري أبطال أفريقيا؟ خلاص شبع بطولات ولا كان هياخد قرار. حتى الروح بتاع منتخب السويس بيدافع أحسن من الأهلي ما بيعملش حاجة. حتى منتخب السويس على الأقل بيدافع. يعني حي كل منتخب السويس. مبروك للأهلي كده وخلاص. بقى أداء وحش أوي مبتفرجش عليه أصلا. لو لما هستغرب أوي ده ريال مدريد كان متعادل كان خسران، الأهلي كان خسران منه 2-1 بس، لولا بقى الآخر دقايق 4-1 تقريبا. مبروك للأهلي وخلاص. يلا سلام. الأهلي هيلعب الداخلية. سلام. واللي بيلعب وده فرقة درجة تانية. حطوا لايك سبسكرايب شير، دعمونا بلايك الفيديو واشتركوا في القناة زي ما كده. وما تتفرجش هتخسر كتير. والله سلام.